안녕하세요. أهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي داليا حواش. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة غريبة على بعض الناس وجديدة وحاجة ساحرة من الحاجات اللي أنا اتعلمتها من الثقافة الكورية أو من الأكل الكوري. بجد أنا بحب الأكلة دي جدا وبحب الكونسبت بتاعها وإن إزاي هي اتكونت أصلا وإن هما طلعوا بفكرة زي كده علشان يتغلبوا على حر الصيف. أيوة يا جماعة، النهاردة معانا البيبيم جوكسو أو الشعرية المخلوطة أو الشعرية الحارة الباردة أو أي اسم انتوا عايزين تسموه. تعالوا نعرف كل حاجة عنها ونعرف مكوناتها وندردش مع بعض واحنا بنعمل الأكلة دي. هبدأ الأول إن أنا أعمل التوبينجز اللي هنضيفها على النودلز أو الإضافات اللي هنضيفها على النودلز في الآخر. فهجيب بصلاية متوسطة هقسمها لنصين، هستخدم نص واحد بس، النص ده هقطعه لشرايح رفيعة خالص. النودلز دي معروف إن هي دايما بتتقدم في فصل الصيف في كوريا وبيحبوها جدا إن هم ياكلوها في فصل الصيف ده، لأنها بتتقدم باردة وبتبقى منعشة، وغير كده كمان إن هي بتحارب الحرارة، لأن زي ما قلتلكوا قبل كده المقولة بتاعتهم حاربوا الحرارة بالحرارة، ده لأن النودلز دي بتبقى حراقة أو بتبقى سبايسي. تاني إضافة هستعملها هو الخيار. هجيب خياراية وابدأ إن أنا أبشرها لشرايح رفيعة قوي زي ما انتم شايفين. لو ما عندكوش الآلة دي تقدروا إن انتوا تقطعوها برضو شرايح رفيعة قوي بالسكينة. تالت إضافة هتبقى التفاح. أيوة يا جماعة، التفاح الوصفة دي بتبقى سويت شوية أو مسكرة شوية، فبيضيفوا لها تفاح حتى في الخلطة اللي هنعملها للبيبي مجوكسو دي هيبقى فيها برضو تفاح، بس كتوبينج هنحط برضو حوالي ربع أو نص تفاحية هنقطعها لسلايسز كده وبرضو نشيلها على جنب. الحاجة اللي خلت الطبق ده كمان ساحر بالنسبة لي وحاجة مبهرة، مش هو كمان بس، لا ده كمان الأطباق اللي شبهه زي مثلا البيبي ميون والنينجميون، لأن الحاجات دي كلها بتتقدم باردة. وكمان في الكونجوكسو برضو من الأطباق اللي بتتقدم باردة ومعاها تلج. ففكرة ان هم يعملوا وصفات مخصوص للصيف والحر الصيف وكمان يطلع طعمهم حلو بالشكل دوت، انا بجد مقدرة حاجة زي كده وعجبني الحاجة دي في الثقافة الكورية عامة. وطبعا عشان احنا لسه ما كملناش وصفتنا فهنحط التفاح ده في مية ساقعة علشان ما يسودش. تالت إضافة معانا وهي البيضة المسلوقة اللي مفيش أي نودلز أو أي شعرية في كوريا بيستغنوا عنها عامة. فسلقت بيضة وابتديت إن أنا أقشرها زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي إن أنا أقطعها لنصين علشان أستخدمها كتزيين على الطبق من فوق أو كتوبينج. نيجي بقى للمكون اللي هيخلي النودلز دي في حتة تانية خالص وهو الكيمتشي. ويفضل طبعا ان الكيمتشي يبقى متعتق بقاله فترة كبيرة او متخمر بقاله فترة. النودلز دي مش شرط خالص ان انتوا تستعملوا فيها الكيمتشي، بس في اغلب الوصفات بيبقى فيها كيمتشي وبجد بيضيف لها نكهة حلوة جدا. نصيحة لو انتوا هتعملوها انصحكم ان انتوا تضيفوا الكيمتشي لان بجد هيخلي طعمها احلى. جبت قطعة من الكيمتشي المخمر وابتديت ان انا اقطعه لمكعبات صغنونة جدا وهضيفه في طبق. الكمية دي حوالي نص كوباية من الكيمتشي المتقطع، وهو ده اللي هنستعمله في الخلطة بتاعة النودلز. هنضيف عليه بقى معلقة كبيرة من الصويا صوص الفاتحة، بعدين معلقة كبيرة من زيت السمسم، وللأسف زيت السمسم مش هنقدر نستبدله بأي نوع من الزيوت التانية وهتقدروا ان انتوا تلاقوه في أي سوبر ماركت كبير. بعد كده هنحط معلقة كبيرة من خل الرز، لو مش متواجد ممكن خل التفاح أو الخل الأبيض العادي، معلقة كبيرة من الكوتشوجانج أو معجون الفلفل الأحمر الكوري، وده أساسي لأن هو ده اللي بيعتمد عليه الوصفة دي. شوية سمسم محمص وكمان بشر حوالي ربع تفاحية أو نص تفاحية. ده كل اللي هنستخدمه في الخلطة، بس هنزود عليهم كمان معلقة كبيرة من السكر. وهنجيب 4 فصوص من الثوم، 4 فصوص صغيرين، هنبدأ ان احنا نفرمهم كويس قوي.
وفي الاخر هنضيفهم على الخلطة اللي عملناها ونقلب كل ده مع بعضه. بكده الخلطة تكون جهزت معانا. بجد يا جماعة الخلطة دي بجد تحفة، فانصحكم جدا ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها. بالنسبة للنودلز بقى، في حلة على نار عالية فيها مية هنبدأ ان احنا نسلق فيها النودلز اللي دايما بتستخدم في الوصفة دي هي نودلز السومن او النودلز الرفيعة اللي انتوا شايفينها دي هحط لكم برضو اللينك اللي انا شارية منه تحت في الديسكريبشن بوكس. لما النودلز تبتدي تغلي هنضيف عليها شوية مية ساقعة علشان ننزلها، وهكذا لمدة مثلا 3 مرات لحد لما تستوي تماما. والطريقة دي بتخليها تشوي اكتر او بتخليها مطاطية اكتر في المضغ بتاعها. ولو مش هتقدروا ان انتوا تجيبوا النودلز دي، تقدروا تستخدموا النودلز بتاعة الرامن العادية او الاندومي العادية. بعد ما النودلز تستوي هاخدها واغسلها بمية ساقعة جدا علشان هي المفروض النودلز تبقى ساقعة. ممكن كمان تحطوا تلج لو انتوا حابين، بس هي في الاخر بتتضاف لوحدها. نزلتها في بولة وهبدأ ان انا انزل عليها الخلطة شوية بشوية، لان ممكن الخلطة تبقى كتيرة ممكن الخلطة تبقى قليلة. فهضيف شوية شوية واقلبهم لحد لما اوصل للنكهة اللي انا عايزاها او اللون اللي انا عايزاه. ودي حاجة اختيارية، انا هضيف معلقتين كبار من الكوتشوكارو او الشطة الكورية. دي برضو تقدروا لو انتم متحبوش الشطة ما تضيفوهاش، او تضيفوا كمية اقل، او لو حابين سبايسي اكتر ممكن تضيفوا شطة اكتر. نبتدي نلبس الجوانتي بتاعنا بقى ونبدأ نقلب فيها على قد ما نقدر علشان الأطعمة تخش في كل النودلز. قلبوها كويس قوي لحد لما تحسوا ان هي بقت تمام ومتقلبة كويس. ونبدأ بقى نغرف النودلز الجميلة والطبق المميز بتاعنا ده. هو اصلا طريقة تركيبة الطبق ده لوحده تحسوا ان انتوا بتعملوا ستايلينج كده. هحط النودلز الاول، بعد كده اتفضل مني شوية خلطة او الخلطة اللي هتتبقى في الاخر هحطها عليها من فوق. بعد كده هنبدأ نرتب او نرص المكونات اللي احنا جهزناها في الاول، وهي البصل الاحمر. بعد كده هصفي التفاح من المية اللي حطيته فيها وابدأ ان انا احطه فوق البصل. بعدين شرايح الخيار، وفوقيهم البيضة من فوق. بجد الطبق ده شكله جميل وإليجنت كده، فيصلح ان انتوا تعملوه لأي حد كنوع من انواع العشاء الفانسي او الغدا الفانسي. في الاخر خالص هرش رشة سمسم محمص، وابدأوا دوقوه واستمتعوا بيه. انا شهادتي معروفة، انا بحب الطبق ده جدا، وهو سويت شوية وشوية كمان سبايسي. وفي طبعا اللسعة بتاعت الخل اللي حطيناها، فبجد طعمه حلو قوي. وبرده الكيمتشي مديه برضو شوية مزازة كده ولسعة، فحلو قوي الصراحة. ما تنسوش تجربوه وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتعملوا لي سبسكرايب لو لسه ما اشتركتوش في قناتي علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بعملها. ودوسوا على زر الإشعارات علشان يوصل لكم كل الوصفات الجديدة أول بأول. واشوفكم في فيديو جديد على خير إن شاء الله. تامي بايو.